في ام الشهيد احمد زين العابدين قاعده جنبي اهيت، ممكن تكلمها. هات يا فندم. الو السلام عليكم. برحب بيك يا ست الكل، اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك دلوقتي في مع الاستاذ سيد. ايوه مع الاستاذ سيد. انت دلوقتي راضيه عن الاجتماع وراضيه عن الكلام يعني شايفه الدنيا ماشيه ازاي؟ هنا الاستاذ سيد مش مقصر في اي حاجه خالص بصراحه، يعني قدامه او من وراه. طيب من ساعه ما مسك الصندوق هنا ايوه خلاها 10/10. طب قبل ما يمسك الصندوق، كان في ظلم ليكوا؟ كان في ظلم قبل ما يمسك الصندوق، وما كانش فيه رعايه وما كانش فيه حاجه خالص. يعني الكلام ده الاهتمام بيكم مع الشهداء واهالي الشهداء والمنصابين قاعدين كلنا حواليه هنا. طيب يعني ما فيش حاجه على القهوه والله. طيب يا ست الكل، دلوقتي الناس بتتكلم دلوقتي عن انه الحكم بتاع مبارك امبارح ده معناه ان ثوره يناير ماتت، ومعناه ان ما فيش حاجه اسمها مصابي ثوره يناير ولا شهداء ثوره يناير. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا رايي يا سيدي ثوره 25 يناير موجوده و30 يونيو تكملتها، واللي بيقول كده مع مغزى الكلمه ما بيفهموش. هم عاوزين يموتوا ثوره 25 يناير و30 يونيو. تمام. لا هم بيركزوا على 25 يناير بس. 30 يونيو موجود. هي 25 يناير و30 يونيو تكملتها وكلنا نزلنا. طيب معلش اكد عليك، انت ابن حضرتك احمد كان شهيد في الثوره. شهيد ولا مصاب؟ لا شهيد في الثوره. استشهد فين يا فندم؟ يوم 25 يناير. فين؟ في القاهره يعني ولا فين؟ عند القسم. عند القسم. طيب انت دلوقتي عند التحرير. ماشي. عند التحرير. يعني انت دلوقتي حضرتك معاكي ما يفيد ان ابنك شهيد من شهداء ثوره 25 يناير. ايوه معايا. فعشان كده عايزه تاخدي حقوق